اي فيلم انت بتتفرج عليه التويست فيه بيكون في الاخر او في نص الاحداث، لكن الفيلم ده كسر القاعده دي لان التويست فيه ما كانتش في الفيلم، كان في الحقيقه. واكبر دوله كبيره زي كوريا الجنوبيه تغير وتعدل 4 قوانين، وما اكتفاش بكده، ده عمل مظاهرات وخلى ناس تتسجن لمده 12 سنه. والفيلم مبني على احداث حقيقيه، والبطل بتاعه هو جونيو، واللي بيكون قايم بدور مدرس فنون اسمه انهو. وحاليا هو اتنقل لمدرسه في مدينه اسمها موجين، ودي مش مدرسه عاديه لان هي مدرسه للاطفال الصم والبكم بس. وهو سايق العربيه بتاعته بيفقد السيطره في التحكم فبيعمل حادثه وبيموت حيوان. وفي الوقت ده بنشوف مشهد حزين لطفل صغير واقف قدام قطر، والقطر بيعدي وبينهي حياته، والسبب ورا الحادثه دي هنعرفه قدام. وفي المشهد اللي بعده انهو بياخد العربيه بتاعته للورشه عشان يصلحها. الميكانيكي بيقول له ان العربيه هتاخد وقت كتير قوي معاه، ولانه كان اتاخر خلاص فبيقرر يمشي بالعربيه زي ما هي. بس قبل ما يتحرك في بنت اسمها يوجين بتخبط العربيه بتاعته من ورا بالغلط، فبتنزل تتاسف له بسرعه وبتعرض عليه ان هي توصله للمكان اللي هو رايحه. وفي الطريق بتتكلم معاه وبتقول له ان هي شغاله في جمعيه خيريه بتهتم بحمايه الاطفال وتحقيق العداله الاجتماعيه. ولما بتوصله بتديله الكارت بتاعها وبتقول له ان هو يكلمها في اي وقت لو احتاجها في اي حاجه. وبعدها انهو بيقابل المدير بتاع المدرسه، والمدير بيقول له ان هو جه المدرسه هنا بسببه لان هو اللي وافق على التعيين بتاعه. وبعدها بيدخل عليهم وكيل المدرسه، وده بيخلي انهو يبقى مش فاهم اي حاجه لان الوكيل بيكون صوره طبق الاصل من المدير. وبعدها بياخد انهو بره وبيقول له ان هو لازم يدفع 5000 دولار كمساهمه في صندوق تطوير المدرسه. بس انهو بيقول له ان المبلغ كبير قوي وهو اكيد معهوش حاجه زي كده. فالمدير بيرد عليه ان ده طبيعي والمتوقع من اي مدرس جديد بيجي هنا، وان ده اجراء اعتيادي. وبعدها انهو بيكون بيتكلم مع امه وبيحكي لها كل حاجه، فهي كمان بتتفاجئ بس بتطمنه ان هي هتتصرف وهتعرف تدبر الفلوس قريب. واليوم اللي بعده بيكون انهو دي اول حصه ليه في المدرسه، وبيطلب من الاطفال ان هم يرسموا تفاحه. وبعدها في ولد اسمه جوانج بيوصل متاخر وبيكون باين على وشه ان في حد ضربه، فانهو بيساله ايه اللي في وشه ده وحصل له بسبب ايه، بس الولد بيفضل ساكت وما بيردش عليه. وبعدها في غرفه المدرسين انهو بيسال مدرس هناك اسمه بارك وبيكلمه عن جوانج، وبيقول له ان هو بيفضل يتكلم معاه وما بيردش عليه. فبارك بيقول له ان هو عنده صدمه نفسيه لان اخوه لسه ميت منتحر بقاله يومين. وبنعرف ان الولد اللي شفناه في الاول ده يبقى اخو جوانج، بس انهو بيقول له ان جوانج مش هو الوحيد اللي تصرفاته غريبه، في اطفال تانيين في الفصل مش بيكلموا حد ولا حتى بيضحكوا. فبارك بيقول له ان دي اكيد اول مره تدرس في مدرسه للسم، فعشان كده هتاخد وقت عبال ما تتعود على الاجواء هنا، وان دي التصرفات الطبيعيه بتاعت الطلاب كلهم. وفي الليله دي انهو بيفضل سهران في المدرسه لوقت متاخر وبيكون بيقرا ملفات الطلاب بتوع الفصل بتاعه، وبيعرف ان ابو جوانج عيان وامه متوفيه، وبيلاقي ملفين لبنتين اسمهم ياندو ويوري. ومن ملف ياندو بيعرف ان هي يتيمه، وفي حاله يوري بيعرف ان عندها اب وام عايشين بس عندهم مشاكل عقليه. وبعد ما بيكون خلص قراءه في الملفات بيكون تعب وخلاص هيمشي، بس فجاه بيسمع صوت حد بيصرخ من اخر طابق في المدرسه، وبيفضل يمشي ورا الصوت لحد ما بيوصل قريب من حمام البنات، وبيكون لسه هيفتح الباب عشان يشوف في ايه، بس بيظهر الحارس بتاع المدرسه. فانه بيقول للحارس ان هو سمع صوت حد بيصرخ من الحمام. فالحارس بيقول له بكل بساطه ان الاطفال هنا ساعات بيصرخوا لمجرد ان هما بيسلوا نفسهم. وفي اليوم اللي بعده بنشوف ظابط اسمه جونج بيكون قاعد في مكتب المدير، والمدير بيفضل يضحك وبيهزر معاه وبيدوله رشوه عشان يتستر على قضيه انتحار اخو جوانج. وفي نفس الوقت ده بيوصل انهو للمكتب عشان يسلموا الفلوس الخاصه بصندوق التبرعات. وبعد ما بيسلم الفلوس بيروح لغرفه المدرسين، وهناك بيتصدم لما بيشوف الاستاذ بارك بيضرب جوانج وبيكون بيعنفه وبيضربه بطريقه وحشيه. بس انهو بيتدخل بسرعه وبيزعق عشان يعرف بيضربه ليه كده، والاستاذ بارك بيبرر ده وبيقول له ان جوانج خرج امبارح بالليل مع بنتين من هنا، وان اخوه الصغير خرج من المدرسه بنفس الطريقه دي وده كان قبل ما يموت على طول. وبيقول له قد ايه هو بيهتم بالاطفال وبيعمل كده بس عشان يقدر يحافظ عليهم، وما بيكونش قصده ان هو يضرهم، بس ساعات ما بيبقاش غير ده الحل الوحيد اللي معاه. وفي المشهد اللي بعده بنشوف انهو خارج من المدرسه بعد ما خلص الشغل، وفي اللحظه دي بيلمح يوري قاعده على سور الشباك فبينادي عليها وبيطلب ان هي تنزل، بس هي ما بتكونش سامعاه فبيطلع بسرعه عشان يلحقها وبيدخل عليها وبيشدها لجوه. فهي بتكون خايفه منه لا يضربها لان هي متعوده على التعنيف من الناس اللي هنا كلهم، بس هو بيعتذر لها وبيقول لها ان هو مش هيعمل لها اي حاجه وبيكون هيسيبها ويمشي. بس هي بتمسكه من هدومه وبتخليه يمشي وراها لحد ما بتوديه غرفه غسيل الملابس. ولما بيدخل بيتصدم لان بيكون في واحده من العاملين ماسكه ياندو وبتحط دماغها جوه الغساله وبتفضل تحذب فيها. فانهو بسرعه بيدخل وبينقذ الطفله منها، فهي بتعرفه على نفسها وبتقول له ان هي اسمها يونجي وان هي المرشده بتاعه الطلاب هنا، وبتقول له بكل برود ان هي كانت بتعلم البنت ديت الانضباط والادب. فهو بيزعق لها وبيقول لها انضباط ايه وادب ايه اللي بيبقى بالطريقه العنيفه دي، وبيحذرها ان لو شافها بتعمل كده مع اي حد تاني هيعمل فيها
فيها شكوى رسميه، وياندو من كتر التعذيب بيكون اغمى عليها، فانهو بياخدها بسرعه وبيوديها على المستشفى. وفي الطريق بيكلم يوجين البنت اللي خبطته بالعربيه وبيحكي لها كل حاجه حصلت. واليوم اللي بعده بنشوف انهو قاعد في مكتب المدير، والمدير بيقول له ان الانسه يون ممكن تكون شديده شويه مع الطلاب، وبيقول له ان هي ندمانه على اللي عملته مع ياندو ومخططه ان هي تعتذر لها. وبعدين بيساله عن المستشفى اللي موجوده فيها، فانهو بيقول له على اسمها والعنوان بتاعها. في المشهد اللي بعده بنشوفه في الفصل بتاعه وبيطلب منهم كل 2 صحاب يرسموا صوره لبعض، وعشان ياندو في المستشفى فيوري بتكون لوحدها ومفيش حد صاحبها ترسمه، فبيقعد قدامها وبيكلمها بلغه الاشاره وبيشاور لها ان هي ترسمه وهو هيرسمها. بس يوري بترد عليه وبتقول له ان وشها فيه جروح كتير، فلو اترسمت هيبقى شكلها مش حلو. بس هو بيطمنها وبيوعدها ان هو هيرسم لها صوره حلوه. وبعد شويه بيخلص الرسمه بتاعته، والرسمه بتكون شكلها جميل عكس رسمتها هي اللي بيكون شكلها عبيط، فبيخليها تضحك لاول مره من سنين كتير. وبعد شويه بتجيله مكالمه من يوجين وبتطلب منه ان هي عايزه تقابله لان في حاجات مهمه تخص ياندو وعايزه تحكيها له. ولما بيتقابلوا يوجين بتقول له حاجه بتخليه مصدوم، وهي ان ياندو اتعرضت للاعتداء الجنسي، والشخص المسؤول عن كده هو مدير المدرسه نفسه. وبتديله جواب مكتوب بخط ايد ياندو كتبته امبارح بتوصف فيه كل اللي حصل لها، والورقه بيكون فيها اسم المدير ومعاه الوكيل بتاع المدرسه والاستاذ بار. فهو بيكون متعصب وبيقول لها ان هما لازم يعملوا فيهم بلاغ للحكومه، بس هي بتقول له ان مفيش فايده، وبتعرفه ان حتى لو الاطفال اتكلموا الشرطه هترجعهم تاني بيوتهم لان النظام كله فاسد. وبتعرفه ان الشرطه نفسها متواطئه مع المدير. وفجاه انهو بيخاف لان هو قال للمدير على المستشفى اللي موجوده فيها ياندو، وبنلاقي فعلا ان المدير والاستاذ بارك داخلين المستشفى. ولما انهو بيوصل ياندو بتكون مش موجوده في الاوضه، فبيدوروا عليها وما بيكونوش لاقيينها لحد ما يوجين بتفتح الدولاب وبتلاقيها مستخبيه جوه. واليوم اللي بعده يوجين بتاخد ياندو ويوري لمركز حقوق الانسان، وهناك بتشجعهم بالراحه ان هم يتكلموا ويقولوا الحقيقه، وبتقول لهم ان هم يتحرروا من السكوت اللي هم فيه. فياندو بتبتدي تشرح بلغه الاشاره ان هي ويوري كانوا بيلعبوا بره في يوم، ويوري دخلت المدرسه عشان تخش الحمام والوقت بيعدي ويوري بتكون اتاخرت، فهي بتدخل عشان تطمن عليها. بس بتلاقي المدير موجود وبيندى عليها وبيكون عايزه تدخل معاه المكتب، فهي بترفض، فهو بيشدها بالعافيه. واول ما دخلوا بيفرجها على فيديو الولد وبنت في وضعيه مش كويسه، وبعد كده بيحاول ان هو يستغلها، بس هي بتكون زقته وجريت تستخبى في الحمام. بس المدير دور عليها وجابها، وصوت الصراخ اللي سمعه انهو ده كان صوتها هي وهي بتحاول تطلب النجدة من اي حد. وبعدها يوري بتعيط وبتشاور بايدها لانهو، وبتعرفه ان هي كمان حصل لها نفس التجربه دي، وبتقول له ان هي في يوم كانت مستنيه ياندو والمدير قرب منها وبدا يغريها بالاكل، وكان بيحاول ان هو يخليها تدخل معاه المكتب. ولما دخلت استغلها هي كمان. وياندو بتكمل كلامها وبتقول ان في يوم كانت راجعه بالاكل وما لقيتش يوري، بس سمعت صوت مزيكا طالع من المكتب بتاع المدير، فمشيت لحد الصوت ودخلت المكتب وشافت كل اللي بيحصل ليوري. واول لما شافت كده اتخضت وطلعت تجري، بس المدير جري وراها وهددها وعمل لها بايديه ان هو هيقتلها لو قالت اي حاجه. وبعد كده بنشوف انهو في الشقه بتاعته وامه بتكون جايه له زياره، فبتساله عن احوال الشغل بتاعه بس هو ما بيردش عليها. فامه بتنصحه ان هو يحافظ على علاقه كويسه مع المدير، وبتقول له ان هو واصل وعنده علاقات قويه. وبنعرف ان امه باعت الشقه بتاعتها عشان يقدر ياخد الفلوس ويديها للمدير. وفي اليوم اللي بعده يوجين بتروح مديريه التربيه والتعليم في المدينه وبتقدم شكوى ضد المدير، وبتشرح كل اللي حصل للاطفال. فالموظفه بتقول لها اغرب سؤال ممكن يتقال، وبتقول لها الاعتداءات ديت حصلت وقت الحصص ولا بعد ما اليوم الدراسي خلص. فيوجين بتقول لها اكيد ما حصلش وقت الحصص، بس حصل جوه المدرسه نفسها. فالموظفه بترفض وبتقول لها ان هم مش هيقدروا ياخدوا اي اجراءات، وبتقول لها الاحسن تروح تشتكي للحكومه. فبتقول لها ان هي لسه جايه من اسم الشرطه واسم الشرطه حولها لهنا، فهي هنا بتفهم اللعبه وبتعرف ان هم بيحدفوها لبعض عشان يتهربوا من المسؤوليه. وفي الاخر بتروح اسم الشرطه وبتلاقي هناك الضابط جين اللي بيكون واخد الرشوه، وبتقول له ان هي عايزه تعمل محضر في المدير. فبيقول لها لا، المدير ده راجل محترم وما بيعملش اي حاجه غلط ابدا ومش هقدر اعمل لك المحضر ده. ويوجين بتخرج وهي متضايقه لان مفيش حد عايز يقبل الشكوى بتاعتها. بس في اللحظه دي بتجيلها مكالمه من صاحبتها وبتقول لها ان في قناه فضائيه عايزه تعرض القصه بتاعتهم دي كلها. وفي الوقت ده بنشوف الاستاذ بارك وهو بيضرب جوانج عشان يطلع منه باي معلومه عن المكان اللي موجوده فيه ياندو ويوري، بس جوانج ما بيكونش عارف اي حاجه، فده بيخلي بارك يتعصب اكتر وبيمسك عصايه وبيكون هينزل عليها بيه عشان يموته. بس المدير بيقول له لو هتموته خده موته بره، ما تموتوش في المكتب. واول ما بارك بيفتح الباب عشان يخرج بيلاقي ان هو واقف بره وبيكون جايب قصريه زرع امه اديتها له عشان يحسن علاقته مع المدير عشان ما يحاولش يأذيه. وساعتها بيشوف جوانج مليان جروح وكلمات، وجوانج بيفضل يجره بره وبيفضل يشتمه قدام انهو، بس انهو ما بيقدرش يمسك نفسه اكتر من كده وبيضربه على
دماغه بالقصريه بتاعه الزرع، وبياخد جوانج وبيروح بيه بسرعه على مركز حقوق الانسان. وفي المركز انهو بيفضل يشجعه ان هو يقول كل حاجه بلغه الاشاره، وجوانج بيساله هل لو انا قلت الحقيقه ده هيجيب لنا حقنا، فبيأكد له ان المسؤولين هيتعاقبوا عن كل حاجه عملوها. وبعد كده جوانج بيتكلم وبيقول له ان الاستاذ بار كان بياخده هو واخوه الصغير لبيته، وكان كل يوم بيسيء معاملتهم وبيعتدي عليهم، والكلام ده بيكون بيتذاع في المدينه كلها، وده اللي بيخلي ان الحكومه تقبض على مدير المدرسه والوكيل والاستاذ بار، والموضوع بيتطور لحد ما بيوصلوا للمحكمه. وفي اول جلسه المدير بيحاول يبين ان هو بريء، وفي الجلسه اللي بعدها بيستدعوا الحارس بتاع المدرسه عشان يشهد بكل حاجه حصلت، فبيقول لهم ان هو كان شغال هناك لمده 5 سنين وما شافش اي حاجه، وان المدير سمعته كويسه جدا واي حاجه بتتقال عليه مش حقيقيه. بس المحامي اللي انهو كان معينه ذكي جدا، وبيقول ان الحارس ده كان مطرود من شغله قبل كده بسبب ان هو حرامي، ولما ما لقاش شغل المدير ده اللي شغله، يعني من الاخر ولاؤه لولي نعمته، فولاؤه اكيد هيكون للمدير والشهاده بتاعته تبقى باطله. وبعدين الدكتوره اللي كشفت عن البنات بتطلع عشان تقول شهادتها، بس بتقول شهاده زور وان البنات مفهومش اي اذى، بس في الاستجواب بتبين ان هي طلعت تقريرين، الاول بيقول ان هما مفهومش حاجه، والتاني بيأكد بوضوح ان البنات فيهم اصابات، وده بيثبت ان هي كانت بتغطي على الاعتداء اللي حصل ده لان هما اشتروها. وبنشوف كل الاطفال اللي موجودين في القضيه عندهم صدمه نفسيه ومش عارفين ياكلوا او يناموا، فانه بيحاول ان هو يخفف عنهم وبياخدهم للشاطئ. وهناك ياندو بتقول له ان هي كانت بتيجي الشاطئ ده مع اهلها، ووقتها كانت بتسمع صوت الموج، انما دلوقتي كل حاجه بقت ساكته بالنسبه لها، وبعد ما قضوا يوم هادي على البحر بيرجعوا. وفي الطريق يوري بتقول لانهو ان هي كانت بتتمنى ان هو يكون ابوها ويوجين تكون مامتها. وفي الجلسه اللي بعدها بيجي دور يوري عشان تشهد، وبتتكلم بكل شجاعه وبتحكي الاساءه اللي كانت بتحصل لها من وهي في سنه تانية ابتدائي، وبتقول ان هي كل ما كانت بتحاول تهرب المدير كان بيربطها في الترابيزه عشان ما تعرفش تجري. وفي الليله دي واحد من صحاب يوجين بيقول لها ان المدير بيحاول يسكت الموضوع عن طريق ان هو هيدفع فلوس لاهل جوانج ويوري، وبما ان اهلهم عندهم مشاكل عقليه ومش فاهمين المصيبه اللي ولادهم فيها فهيقدر ان هو يضحك عليهم بسهوله. وبعدها انهو بتجيله مكالمه من الدكتور كيم وبيطلب ان هو يقابله، ولما انهو بيروح بيلاقي المحامي والمدير قاعدين هناك، والمحامي بيعرض عليه مبلغ كبير وكمان هيرجع له الفلوس اللي هو دفعها في الصندوق بتاع المدرسه، وكمان هيخلوه يشتغل شغلانه مهمه في اي مدرسه هو عايزها مقابل ان هو يتنازل عن القضيه. بس انهو بيرفض العرض تماما وبيقفل اي باب. وفي الجلسه اللي بعدها بيكون دور ياندو عشان تشهد، والمحامي بتاعهم بيكون خبيث وبيحاول ان هو يلخبطها عشان يطلعها ان هي معاقه ذهنيا، وبيقول لها مدير المدرسه ولا الوكيل هما اللي عملوا معاكي كده، فياندو بتقول ان المدير هو اللي عمل كده، فالمحامي بيتحداها انها تتعرف على المدير لان المدير والوكيل توأم، فالمحامي بتاع انهو بيقول ان ده ملوش لازمه، بس المحامي التاني بيفضل مصمم ان هي تطلع المدير ما بين الاتنين، فهي لو ما عرفتش هتبين ان هي مش عارفه اي حاجه وده هيوقع الشبهه بتاعتها. بس ياندو بتقرب من الاتنين وبتدقق في وشهم، وبلغه الاشاره بتعمل الحركه اللي المدير عملها وقت ما مسكها اول مره، فواحد منهم بيخاف، فهي بتقول ان ده المدير وفعلا بيطلع معاها حق. فالقاضي بيسالها ازاي قدرت تعرف المدير بين الاتنين، فهي بتقول له ان الوكيل ما يعرفش لغه الاشاره بس المدير يعرفها، وكان كل ما بيأذيها بيعمل لها الاشاره دي عشان يخوفها. فالقاعه كلها بتبقى ساكته من العبقريه بتاعتها، بس المحامي بيكون بيحاول يدور على طرق تانية عشان يضرب الكلام بتاعها، فبيسالها اليوم اللي دخلتي فيه على المدير ولقيتيه بيعتدي على يوري انت بتقولي اللي انت سمعتي ان كان في مزيكا وانت اصلا صماء ما بتسمعيش اي حاجه، فياندو بتقول ان هي بتسمع حاجات بسيطه، فعشان يتاكدوا المحكمه بتعمل اختبار بسيط، بيشغلوا مزيكا وبيخلوا ياندو تديهم ظهرها، واول ما بيشغلوا المزيكا ياندو لازم ترفع ايدها، ولما يوقفوا المزيكا لازم تنزل ايدها، وفعلا ياندو اول ما بتسمع المزيكا بترفع ايدها ولما بيوقفوها بتنزل ايدها تاني، وده بيثبت صحه كلامها، والجلسه بتخلص على كده. وفي اليوم اللي بعده يوجين بتروح عشان تقابل جدة جوانج، بس هناك بتلاقي يونجي اللي بتكون استغلت جدة جوانج واديتها فلوس كتير مقابل ان هم يتنازلوا عن القضيه، وبعدها بنشوف جوانج بيستعد عشان يقول شهادته في الجلسه الجايه، بس انه بيبلغه ان كلامه مش هيتاخد بيه خلاص لان جدته وافقت على التسويه واتنازلت عن القضيه بتاعته، وهو اول ما بيسمع كده بيبتدي يعيط وبيقول ازاي جدته وافقت ان هي تعمل كده وازاي سامحتهم بالسهوله دي وازاي قدرت تنسى موت اخوه، بس انه بيخفف عنه وبيقول له اوعدك ان انا هجيب لك حقك وهخليهم يدفعوا تمن كل حاجه عملوها. وبعدها بالليل يوري بتصحي انه عشان تقول له حاجه مهمه، وبتقول له لما المدير خدها المكتب كان في فيديو بيتسجل، فانه بياخد يوجين بسرعه وبيروح المكتب المدير وبيبداوا يدوروا على الفيديو ده وفعلا بيلاقوه، فبياخدوه بيروحوا بسرعه للمحامي، والمحامي بيقول لهم ان فيديو زي ده حساس جدا وصعب يتعرض في جلسه علنيه، بس بيوعدهم ان هو هيسلمه للقاضي شخصيا، وبيقول لهم ان الفيديو ده اكيد هيجيب عقوبه شديده قوي للمدير. واليوم اللي بعده بيكون يوم النطق بالحكم والكل بيوصل للمحكمه والقاضي بيعلن الحكم وبيقول ان
ان التلاتة ارتكبوا جريمة بشعة، بس برضه قدموا خدمات للمجتمع مهمة ورغم خطورة الجريمة بتاعتهم. وبعد ما القاضي اخد كل العوامل بيحكم على الاستاذ بارك بالسجن 8 شهور وسنتين مع ايقاف التنفيذ، والمدير والوكيل بتاعه 6 شهور تانيين وسنة مع ايقاف التنفيذ ومع مراقبة، وبيكون ضيع حق الاطفال كلهم. وفي الوقت اللي المجرمين بيكونوا مبسوطين فيه بالاحكام بتاعتهم، الاطفال بيكونوا بيتدمروا، وإنهم بالذات بيكون حاسس بصدمة وما بيبقاش مصدق اي حاجة، وبيقول ازاي المجرمين دول ما ياخدوش العقاب بتاعهم. والحقيقة بتبان بعدين ان القاضي والمحامي المدير قدر ان هو يشتريهم ودفع لهم رشوة. وفي المشهد اللي بعده بنشوف المدير والوكيل بتاعه والضابط اللي كان معاهم واستاذ بارك وكمان المحامي بيحتفلوا مع بعض قبل ما يروحوا السجن. وفي الوقت ده يوجين بتودع إنهو وهو بيكون مستعد يرجع تاني للبلد بتاعته. واول ما بيرجع البيت يوري وياندو بيقولوا له ان جوانج راح بيت الاستاذ بارك عشان ينتقم منه. وفي الوقت ده بارك بيكون رجع البيت بتاعه وبيقابل جوانج، وبارك بيكلمه ببرود وبيقول له يدخل معاه البيت، بس جوانج بيطلع سكينه وبيطعنوا بيها، والاتنين بيتخانقوا مع بعض وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيوصلوا لشريط القطر، والقطر بيكون هيقرب عليهم وبارك بيفضل يضرب في جوانج، بس جوانج بيمسكه وما بيرضاش ان هو يسيبه، ومفيش حد فيهم بيتحرك لحد ما القطر بيجي وبيموتهم هما الاتنين. ووقتها بيكون إنهو وصل لبيت بارك بس بيلاقيه فاضي، فبيفضل يتمشى يدور عليه لحد ما بيوصل لشريط القطر، بس بيشوف المشهد بتاعهم وهما ميتين وبيكون مصدوم ومش قادر يعمل اي حاجه. وبعدها بنشوف إنهو ويوجين واعضاء الجمعيه عاملين احتجاج عند باب المحكمه عشان عايزين القضيه يتعاد فيها تاني بقاضي مختلف، بس طبعا ما بيحصلش فيها اي حاجه والفيلم بيخلص على كده. بس التويست بقى ان الفيلم ده لما بينزل والناس بتتفرج عليه وبيعرفوا ان هو قصه حقيقيه، الناس بتغضب جامد لدرجه ان هم بيعملوا مظاهرات عشان الناس الحقيقيه تتعاقب، والموضوع بيكون بقى رأي عام، وده اللي بيجبر ان الحكومه الكوريه تفتح القضيه تاني. وفعلا بيعيدوا فتح القضيه وبيعيدوا كمان المحاكمه بتاعتهم، وكل واحد فيهم بياخد حكم سجن 12 سنه. وما بيكتفوش بكده، الحكومه بتعدل 4 قوانين عندهم بحيث ان هي تكون متلائمه مع القضايا اللي زي كده. وبس كده الفيديو خلص، ما تنساش انك تعمل لايك سبسكرايب الحاجات دي، وسلام.